السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن أحمد الأحمر النهارده كتب تويتة وطلع قال بطلوا كذب. فهي اعرف لما واحد زي ده يطلع يتكلم، واحد زي ده معروف ان هو زملكاوي ومخلص جدا 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 جدا، ومعروف ان هو ساكت من زمان، ما بيطلعش يتكلم على عمال وبطال، يبقى في حاجة غلط. أحمد الأحمر أسطورة من أساطير نادي الزمالك، فاكيد في حاجه غلط. وبعدين و- يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني انا ما خلاص، يعني الواحد زهق من كتر الكلام. الواحد بقى يجيله كده، يعني بقى يجيله قرفه من اصلا انه يتفرج على ماتشات الزمالك. انا اما اطلع، يعني اما اطلع يعني اعمل مؤتمر عشان المدير الفني، واقول انا مش انا اتعاقدت وخلاص وخلصت، بس مش هعلن عشان المفاوضات ما تفشلش، يبقى انا ما اتعاقدتش، يبقى انا اصلا ما اتعاقدتش. يعني مجلس اداره نادي الزمالك ما بيتعلمش من اخطائه، لما اطلع اتكلم على، يعني انا اطلع اقول في 3 لعيبه ماشيين. يعني هو انت شايف ان في 3 لعيبه بس اللي ماشيين؟ يعني انت شايف ان احنا بقى لنا غلبنا 20,000 ماتش بسبب 3 لعيبه؟ الفريق كله ما بيلعبش، الفريق كله عايز يمشي، بس مش موضوعنا. الله اعلم بقى المشكله فين. مشكله مدرب، مشكله لعيبه، مشكله اداره، الله اعلم المشكله فين. بس المفروض، يعني المفروض ان انا اصلح، اشوف الغلط فين واصلحه. المفروض ان انا اتعلمت في الفتره اللي فاتت دي ان انا عندي اخطاء كتير قوي، احاول ان انا اشتغل عليها واصلحها. مش هطلع اتكلم عمال على بطال، اسيب النادي واسيب مشاكل النادي واطلع اتكلم على فلان وعلان، اطلع اتكلم على هيثم فاروق. هيثم فاروق الكل عارف ان هو زملكاوي جدا 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 جدا، ولما بيطلع ينتقد نادي الزمالك في اثناء التحليل بتاعه على بي ان سبورت، ملوش اي مصلحه شخصيه انه يتكلم عن نادي الزمالك او ان هو يهد في نادي الزمالك. ده راجل بيتكلم من قلبه، بيتكلم من القرف اللي شايفه في الملعب، بيتكلم من حرقته على نادي الزمالك. اطلع اشتمه واطلع بهدله واطلع زي ما قبل كده طلع شتم حازم امام وبهدل حازم امام وما بيقفش ورا النادي وما يجيبش حق النادي وي 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 وي. حازم امام مش عضو في الاداره، مش عضو في مجلس الاداره. ما هوش واخد منصب في النادي عشان يطلع يطلع يدافع لك. وغيره 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 وغيره. احنا مش عز، والله النادي مش عزبه لحد، النادي مش احتكار لحد. ما تفرحوش بالمكسب بتاع امبارح في مكسب المريخ. ده ماتش تحصيل حاصل، وكسبنا كده بالصدفه. احنا كنا كسبانين 2 ودخل فينا 3 جون ورا بعض. ما تفرحوش بالمكسب بتاع امبارح وتبني. لا، انا مش هبني على المكسب، انا عايز ابني فريق. اروح اتعاقد مع مدرب، مع مدرب عنده 42 سنه ما عندوش اي سي في، وفي الاخر ان انا ارجع في رايي واروح النهارده اتفق مع مدرب الماني. ايوه، النهارده خلصوا مع مدرب الماني، ويا عالم بقى هيكملوا ولا مش هيكملوا. وهنفضل في الدوامه بقى دي كده كتير، دوامه بقى، دوامه 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 دوامه، لحد ما احنا اللي بنتخنق، بنزهق.